ان دلوقتي كل سنه في ابديتس. انا لما كنت بحقن فيلر من 2018 غير دلوقتي لما بحقن فيلر 2022، في ابديت لطريقه الحقن، في تكنيكس جديده لطريقه الحقن بتخلي البشره يحصل لها لافتنج بشكل طبيعي مم. بدون اي تغيير يعني في الشكل، غير ان انا بخليكي ريفرش لوك. مم. بصي يعني انا مبسوطه جدا ان انا معاكي، ربنا وبجد يخليكي. متخليه يعني ده حاجه يعني فعلا ان هي تبقى بورتل للناس، ان هم يفهموا حاجات كتير. انت بتفتحي المواضيع دي ان انا اوصلها للناس. بيقولوا إن اللي بيبحث عن الجمال هو شخص محظوظ، لأنه ممكن أثناء رحلته يلاقيه في اللي حواليه أو داخل نفسه. أنا فاطمة، وده بودكاست زي الريشة، واللي يعتبر محظوظ لأنه هيبحث عن معاني أخرى للجمال مع ضيوفه من خلال قصصهم وتجاربهم الصادقة أو حتى نصايحهم، فتتحول الأفكار والمعلومات التقيلة لأفكار خفيفة حرة زي الريشة. حلقة النهاردة مع دكتورة عائشة ربيع، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، اللي كلمتنا فيها عن رحلتها الإنسانية الخاصة وتجربتها الواقعية، وكمان نظرتها عن الجمال وإزاي بتتقبل معايير الجمال المختلفة، إزاي بتأثر عليها، نوعية المرضى اللي بيجولها العيادة، رأيها في الترندات الجديدة في عالم التجميل، ونصايح. ومن أول الدقيقة التاسعة هتبتدي تتكلم عن رأيها في السكين بوسترز، اللي هو ترند جديد طالع في عالم التجميل، إزاي نحافظ على جلدنا أطول فترة ممكنة، وكمان العروسة ممكن تعمل إيه وما تعملش إيه قبل الفرح. تابعوا الحلقة، شيروها مع حد ممكن يستفيد منها، اعملوا فولو وسبسكرايب، وما تنسوش إنكم تقدروا تختاروا ضيوف الحلقات القادمة، فهستناكم تكتبوا لي كومنت. دكتور عائشة، هل بتشوفي نفسك جميلة؟ بمعنى ان انا لازم يبقى عندي اللي هي سنس الرضا، ان انا راضيه عن شكلي. اكيد بحكم شغلي هبقى عايزه اغير حاجات بسيطه يعني برضه. أيوة. بس يعني حاجات بسيطه مخلياني زي ما انا، يعني على مر السنين صورتي من وانا صغيره زي صورتي دلوقتي. يمكن علشان حكم شغلي فانا حاسه ان انا لازم اعمل الحاجات دي علشان انا ببيع الحاجات دي، فلازم اعملها. وزي ما بيقولوا كده طباخ السم بيدوقوا، فلازم اجرب الحاجه اللي انا بقترحها على الناس. وزي ما انا ببيع ان انا هخليك شكلك ناتشرال وشكلك حلو وبشرتك شكلها جلو، لازم انا تبقى بشرتي كده ويبقى شكلي كده علشان الناس تبقى فيه مصداقيه في ان هي تتقبل كلامي. طيب، شغلانتك بقى دي دلوقتي اخترتيها ولا اتفرضت عليك؟ يعني انت داخله طب ده عن حب ولا اجبار؟ جبتي مجموع احكي لك كبير؟ القصه بقى، احكي لك القصه. احكي لي بقى ست الكل. بصي يا ستي، انا في الثانويه العامه طبعا من الناس الشاطره كنت تمام. فصحابي معايا اللي هم قاعدين معايا على نفس الديسك ومش عارفه ايه، اللي عايزه تدخل صيدله واللي عايزه تدخل حاجه، يعني كل واحد عايز يدخل كليه من كليات القمه. تمام. فانا كان دماغي ان انا هدخل صيدله. صاحبتي اللي انتمت اللي قاعده معايا كانت في سنه ثالثه ثانوي، صيدله دي وهنطلع بياعين، وقعدت بقى ايه عارفه انت زي الفل، والله العظيم بندم ندم حياتي ان انا دخلت الصيدله. فالمهم ايه، بعديها فضلت تطلعها من دماغي 100%. تمام. فبعد ما جيت كتبت الرغبات، كان وقتها السنه بتاعتي دي اللي هي الناس جايبه مجاميع عاليه جدا جدا جدا، وانا كنت جايبه مجموع عالي بس مقتنعه ان انا مش هتجيلي طب. جبتي كام يا دكتور؟ بلاش قولي بس قولي. 102. لا. كان انا سنه التحسين اعلى من 100%. كان سنه التحسين ده بالتو سبجكت اللي انت كنت بتعملي فيهم تحسين، فبتجيبي اعلى من البرسنتج نفسها لان هي بتكمل معاكي ال 100%. لا بس برضه كنت دحيحه واضح. ما ايوه دحيحه، لا انكر، كنت دحيحه. ونضاره بقى وكعب كنت نضاره، مش لدرجه كعب كوبايه بس كنت نضاره. بعد كده جيت كنت عايزه ادخل اسنان. بابايا الله يرحمه معترض جدا على الاسنان ومش موافق بالاسنان خالص، فانا ولا اي حاجه، فكتبت طب اسكندريه اول رغبه، طب اسنان تاني رغبه، كملت الاسنانات كلها بتاعت الجمهوريه كلها. صيدله مثلا يمكن صيدله اسكندريه كانت ترتيبها 51، وكملت الطب بعديها. فاهمه انت يعني ايه اللي هي نو واي ان انا هتجيلي طب اسكندريه، طب اسنان اسكندريه. جات لي طب بشري اسكندريه. طب بشري. وبعدين بقى تخصصتي اول سنتين يعني بجد والله اول كلام ده اول مره اقوله يعني. تاني يعني اول سنه ما كانش بالنسبه لي احسن حاجه، كنت مخضوضه بكميه الماتيريال وكميه المذاكره. تاني سنه حصل لي دروب في ماده. بالظبط كانت مرحله تحول في حياتي، ان انا بقى الوقت ده كانوا في البيت بيتناقشوا في قرار، طب روحي اسنان يمكن بتحبيها اكتر، مش متقبلين ان عندهم حد
في البيت ان هو ممكن يحصل له يعني فاهمه يعني دروب يقع مثلا في ماده او او يقع في يسقط ماده. او كده. تمام. انتوا اصلا العيله كلها دكاتره مثلا او كده لا بس ماما مدرسه، ف بالنسبه للدراسه دي والشطاره دي اهم حاجه يعني، والمذاكره دي اهم حاجه. مم. ففي الاخر كان لازم بقى انا يعني هدخل السمر كورس، فانا لازم اقرر اذا كنت عايزه اكمل في طب ولا اكمل في اسنان ولا انقل اسنان. فوقتها يعني اكتشفت ان انا بحب الطب فعلا، وان انا لازم هكمل في الطب. فجبت عايزه اقول لك يعني درجه حلوه جدا في السكور الثاني يعني اكتشفتي ازاي ان حضرتك بتحبي الطب؟ ما هو بقى ولا تشالنج ده كان وقتها. ضغط؟ لا مش ضغط يعني، انا وقتها هم خيروني انت عايزه تكملي ايه، لو عايزه تكملي اسنان ماشي، عايزه تكملي طب ماشي. يعني ايه، هم حسوا ان انا عشان ما وافقوش على رغبتي من اولى في الثانويه العامه، فانا اللي عشان كده ما حققتش السكورز اللي هم متوقعين. فوقتها لقيت نفسي لا انا عايزه اكمل في الطب، وعايزه ابقى دكتوره ومعجبه بكلمه دكتوره، وعايزه مم. اتخصص مثلا اطفال، عايزه اتخصص ايه بقى اللي جاب تخصص الجلديه؟ ده بالصدفه البحت. ان انا كنت يعني عندي كده سيتويشن برضو في وقت البكالوريوس، وقت اخر البكالوريوس، وكنت عندي دروب نفسي جامد جدا. واحده صاحبتي اختها الكبيره كانت بتتدرب مع دكتور مجدي عشماوي، تمام، قالت لي تعالي معانا في العياده واتدربي عشان تنزلي عشان تطلعي من الضراب النفسي اللي انت فيه. مم. وفعلا وقتها اتعرفت على دكتور مجدي، مم. وهو اللي حببني في الجلديه. انا عنده يعني قعدت عنده في العياده من قبل ما ادخل الامتياز بتاعي اصلا، يعني في انا سنه دكتور الامتياز. كبير يعني ومعلم فحببت بقى في يعني. الجلديه وخلاص مم. قرارا يعني نهائيا ان انا هتخصص جلديه، مش هتخصص اي حاجه تانية. مش ندمانه طبعا القرار ده. لا طبعا الحمد لله، وبحس ان كل حاجه حصلت لي في حياتي هي سبب في ان هي توصلني للي انا فيه. وهي مم. القصه نفسها في الرضا. فعلا كل حدث بيحصل لك في حياتك ان انا بوصل لكونكلوجن ان انا عشان رضيت باللي حصل، مم. فربنا وصلني للي انا فيه. وقتها لو كنت في ثانيه عارفه ما بينك وما بين نفسك زي بتسالي ليه ربنا حصل كده وليه ايه حكمته في اللي حصل، لا حكمته قدام هتشوفيها قدام. مم. عمري لو كانت حياتي مشت بغير يعني السيناريو ده، عمري ما كنت وصلت للي انا فيه. يعني انت راضيه عن التجربه كامله الحمد لحد لله طبعا النهارده؟ الحمد لله. يعني هل كل الاختيارات، كل الحاجات اللي اخترتيها خلال طريق حياتك امم كانت نابعه من قرارات شخصيه، ولا اه في حاجات بتجبري عليها، او مثلا انت بتحبي اكتر ان انت توازني امورك ترضي الجميع يبقى كله مرتاح؟ امم ايه الاولويات؟ لا الاولويات بالنسبه لي ان انا ابقى ساتيسفايد، بس في نفس الوقت كان بابا وماما مهمين جدا بالنسبه لي. يعني عارفه مثلا ايه دخولي طب، انا عارفه كويس ان هو حاجه هتبسط بابا وماما، مم. لان انا كنت بشوفهم بيقدموا لي كتير، فكنت عايزه افرحهم زي ما بيقولوا كده، يعني زي ما ايه افرحهم ببنتهم. تمام. ان انا برضو ابقى شاطره في الشغل. لا ده بصراحه اللي خلاني ابقى شاطره في الشغل دكتور مجدي، يعني حببني من كتر ما هو بيحب برضو الجلديه نفسها، وانا اتدربت عليه وكانش بيبخل عني باي حاجه. فحسيت ان انا برضو يعني عايزه ابقى شاطره يعني. انا بحب ان انا ابقى ظاهره، فاعتقد ان ده في شخصيتي نفسها من وانا صغيره. التفوق، انا حب بالظبط ان انا ابقى ظاهره يعني عارفه حتى لو لمضه فابقى ظاهره، يعني اي قاعده انا اللمضه الصغيره، اللمضه مم. اللي بترد اللي بتقول حاجه، علشان اعتقد ان دي حاجه كانت جوه من وانا طفله، ان انا ببقى عايزه ابقى انا هنا انا موجوده. مم. فاهمه. طب في اي موقف مثلا حصل لك بسبب اللمضة دي مثلا اثر عليكي في حياتك او سبب لك اي مشكلة؟ ندمتي بصي مثلا ان انتي اتلمضتي في الموقف ده؟ طبعا، لان كل واحد ما بيكبر كل ما بيكتشف ان هو في حاجات كان بيعملها غلط، ان كان في الريليشن شيب ما بينك وما بين الناس، على مستوى الشغل او على مستوى العلاقات يعني الاسريه او العائليه. ان الواحد لو كان كبر يعني مش كبر يعني عاش بسلام اكتر، مم. كان يمكن عاش مستريح اكتر. دي ياه. دي الكونكلوجن يعني الدنيا مش مستاهله. مش عارفه ده احساس، يعني الدنيا بتخلص في ثانيه. ففعلا لو الواحد بص للمنطلق ده، بس برضو لازم تبقي انت بصه لسعادتك. يعني زي ما انت بتقولي من شويه انا اجبرت على حاجه، لا ما افتكرش ان انا اجبرت، لان انا كنت ببص دايما انا هبقى مبسوطه ولا لا. يعني لما بحس ان انا جايه على نفسي قوي لا بقف. طيب انا بحس ان يعني دكتور الجلدية بالذات ممكن يعمل سعادة للبيشنت بتوعه. يعني طبعا ممكن يدخلوا بحالة يطلعوا بحالة، مش مهم الحالة دي تبقى ظاهرة على وشهم على قد ما هم من داخلهم حاسين ان هم مبسوطين وفرحانين. مهم.
اكيد بيجيلك ناس كتير دايما عايزه تغير حاجات في شكلها، تمام. بتقابلي ده ازاي؟ وهل هم بيبقوا فعلا محتاجين ده ولا لا؟ وازاي بتعملي بالانس ما بين ان انت تعملي الحاجه المناسبه للي قدامك وفي نفس الوقت تنجحي البيزنس بتاعك كعياده مهم. وكدكتوره جلديه وتجميل؟ بصي الموضوع ده هو اصلا علم، اللي هي فكره، وبالذات في البرانش بتاعنا اللي هو فكره الاكروتايب. الاكروتايب دي اللي هي التايب اوف ذا بيشنت ذات يو ار فيس، او اللي انت بتقابليه، وان انت توصلي بالظبط للديماند بتاعته علشان تقدري تقابلي الاكسبكتيشن بتاعته، او تقدري تقدمي له الخدمه اللي هو فيها. عايز اقول لك ان انا كنت بحضر مؤتمر بره، وكان في محاضره كامله ملهاش علاقه بالطب خالص، لها علاقه بالموضوع ده بس. كانوا قاعدين بيتكلموا فيها، وكان سبونسر بشركات كبيره زي الرجان وجوفيدرم وكده. وكان يعني انا كنت انترستنج جدا في التوبيك، فخلاني ارجع واقعد ادور فيه. البيشنت بتجيلي كذا نوع بتبقى عايزه ناتشرال لوك، نوع بيبقى عايز فعلا ترانسفورميشن، نوع بيبقى عايز مجرد بس زي ايه، ان هو يبقى فيه يعني اتراكتيفنس في اللوك بتاعته. فلازم اقعد اتكلم مع البيشنت كتير جدا لغايه لما اوصل هي نفسها في ايه وان هي عايزه ايه. حصل معايا ان بيشنت تطلع لي صوره انا عايزه ابقى صوره دي، ده مم. بيحصل لي كتير. مم. مش بصفه يوميه، يعني لو قلنا نسبه الحالات مثلا 10% من الحالات اللي انا بشوفها بتبقى كده. الاتيتيود بتاع مصر او البيشنت المصري شويه اللي هو عايز الناتشرال لوك، او ده عايز يبقى شكله حقيقي. طبيعي. ابقى شكلي هيلثي بس يبقى شكلي طبيعي. فده احنا بنسميه في الاكروتايب ده البوزيتيف ايجينج، ان انا عايزه اكبر بس يبقى شكلي طبيعي، ما بقاش ارتفيشال او ما بقاش شكلي ارتفيشال. فلازم بقعد اتكلم مع البيشنت كتير جدا 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 علشان اوصل ان انا افهم تفكيرهم. وساعات الكلام مع البيشنت بيدخلنا في حوارات يعني فاهمه جانبيه، مم. ليها علاقه بالعيله، وجوزي عمل، وجوزي جاي من السفر، وجوزي كذا، او انا لسه ما اتخطبتش، او لسه في شغلي، او الكومنت او كده. الحاجات دي كلها لان ده اللي بيخليني اعرف اتعامل ازاي. مم. مثلا بيشنت تقعد تتكلم ان مثلا يبقى في الكونكلوجن في الاخر ان جارتها بتاخد بالها من اي تغيير في بشرتها، تقعد تقول لها خدك ده اعلى من خدك ده بعد الحقن. فبفهم معقوله. بعد كده ان انا قبل ما تطلع ان ممكن ده يحصل في الحقن، ان انا قبل ما تطلع بعد كده ان هي مطلعها الخدين زي بعض بالظبط عشان ما تسمعش الكومنت ده، لان ده ممكن يقلب لها مودها وتيجي تاني مره متضايقه مع ان شكلها اتغير جدا. فاهمه الحته دي؟ يعني هي دي الكونكلوجن بتاعت الحالات. يعني في ناس كتير بتيجي العياده مثلا عايزه تغير، من بنات يعني عايزين يغيروا شكلهم عشان خاطر البارتنر بتاعهم جوزهم مثلا او كده. طبعا مم. او اللي هي شايفاه بقى في الميديا، وشايفاه اصحابها وشايفه مثلا سلفتها، شايفه حماتها بتعمل مثلا، فهي كمان عايزه تبقى شكلها صغير وشكلها كويس. بس ازاي يا دكتور بتقدري تقنعيهم مثلا ان يعني هو ده وش وده وش تاني، فانا ممكن احسن من شكل وشك او اعمل لك تغيير في الوش ده، لكن مش هينفع خالص احولك لصوره النجمه الفلانيه او خالتك او ايا كان الشخص بصي اللي بقى، انت. ده بنحاول ان احنا نكلمه مش بالطريقه اللي هو ايه، ان انا ببين لها ان هو ما ينفعش، لا، ببتدي اخليها تمسك المرايه وتقعد يعني ايه ان احنا ايه اللي هنغيره، وان هي بعد التغيير ده انت هتحبي شكلك ولا لا. عشان ما اعملهاش حاجه اصلا انا مش هاخدها من غير نقاش واقول لها يلا قومي نعمل الحاجه دي. لان لو انا عملت كده انا في الاخر هتقولي طب انا الشكل ده مش عايزاه، هي يعني او ممكن مش ده بيكون اللي عندها تخيل معين، تصور ما عندها في دماغها بالظبط انها لما تحقن هتوصل لده وهي ما توصلش في الاخر. بالظبط. لازم الاكسبكتيشن سقفها فين، والرياليستيك اكسبكتيشن يعني هو الحقيقي اللي هنوصل له ايه بعد الحق. يعني مثلا ابسط حاجه دلوقتي الهوجه بتاعت السكين بوستر، وكل الناس عايزه تعمل سكين بوستر سكين بوستر سكين بوستر، صح. نقعد كتير كل بيشنت تيجي تسال على القصه دي، احنا هنوصلنا لايه بالسكين بوستر، وهتوصلي لايه بعد السكين بوستر، وهل هيفرق معاكي ولا لا. ان مع اختلاف السن، مع اختلاف نوع البشره، مع اختلاف حاجات كتير، انا فعلا السكين بوستر دي هتفيدك ولا لا. هتحسي اللي قدامك بيقول لك ان في حاجه جديده في وشك ولا لا. انا بيشنت كتير جت حقنت سكين بوستر، بعديها بيومين 3 بتتصل في العياده بتاخد ابوينتمنت تاني علشان انا مش حاسه بفرق من اللي انا عملته. بس هو السكين بوستر اللي انا فاهماه ان هو بس بيعمل جلو للبشره، بيحفز انتاج الكولاجين الطبيعي اللي موجود اوريدي في بشرتنا. للاسف السوشيال ميديا والادفيرتايزنج ساعات بيعمل بومينج للحاجه بطريقه اوفر ريتد، فتخلي البيشنت جايه، هي اصلا البيشنت ده دلوقتي بتيجي تقول لك انا عايزه اعمل اكس في السكين بوستر في الانواع، من غير ما تسال هو الاكس ده مناسب ليا ولا لا.
هي الانواع ما بين الشركات بتختلف، ولا دي برضو مجرد اسم بتختلف شركه زي مثلا يعني طبعا. هو الادويه؟ اسم شركه، بس برضو كل يعني نوع فيهم ليه حتته وليه يعني هو سوبيرور في حاجه عن التاني، مم. فهو هيوصلني لنتيجه معينه. مم. فلازم هي تبقى فاهمه ده مناسب لنوع بشرتها ولا لا. مم. ايه اللي هناخده بعد الحقن ده؟ انت بشرتك مثلا ممكن نحتاج كذا مره سكين بوستر، ما هي مش مره وخلاص. مم. تمام. فهي فاهمه. دي الفكره في البيشنت لما بتبقى اكسبكتيشن بتاعتها متوقعه. مثلا في بيشنت لسه كانت عندي النهارده متضايقه ان البوتوكس راح بعد سنه. قلت لها ده حاجه طب فظيعه ان هو يقعد كويس سنه. ان هو راح بعد ده سنه. طبعا البوتوكس يعني علميا بيقعد من 3 شهور، من 3 ل 6 شهور. فان هو يقعد معاكي سنه which is good، ان هو ان انت مرضيه لغايه لما وصلتي لسنه، دي حاجه حلوه جدا. فلازم يعني فاهمه. فهي فكره اكسبكتيشن بتاعتها ايه المعلومه، واول مره وصلت لها عامله ازاي. طبعا ما هي لو كانت عارفه مثلا وهي بتحقن البوتوكس ان هي هتقعد بيه فتره قد كده، وهترجع تاني تعمله مثلا على فترات متباعده او ايا كان، بالظبط. حضرتك يمكن ادرى. ممكن كانت الاكسبكتيشنز بتاعتها تختلف يعني. بالظبط. طيب دلوقتي حضرتك بتقولي ان السكين بوستر دي مش مناسبه لكل الناس، بس السكين بوستر اتشهرت قوي لان هي قايمه على فكره الناتشورال لوك، ان انت هتعمل حاجه هتحفز الكولاجين والالاستين الطبيعي اللي موجود في البشره مجرد هيالورونيك اسيد، من غير ما تعمل نفخ زي مثلا منتجات الفيلر. فالناس بتبقى عايزه قوي تعمل حاجه من غير ما تضخم في شكل وشها او تعمل تغيير كبير. فهل السكين بوستر بتشتغل على كواليتي الجلد؟ يعني انا إيه؟ نفسي عملت السنه اللي فاتت كل انواع السكين بوستر، ولا انكر ان هي فرقت جدا في كواليتي السكين بتاعتي. كواليتي القماشه، كان القماشه بتاعتي دي مكويه. لا يمنع ان انا عملت فيلر، والفيلر ده مش بيملى خالص. ما هي دي الكونسبت الغلط، ان الناس كلها فاكره ان انا هعمل فيلر ان انا وشي هيبقى كورتين وهملى، ان انا وشي هيبقى زي السنجاب، ان انا هكبر خدودي، ان انا هبقى زي الفنانه الفلانيه اللي عملت خدود كبيره كده. الفيلر لو اتحط اناتوميكالي صح في مكانها صح عمره ما هيعمل كده. لان دلوقتي كل سنه في ابديتس. انا لما كنت بحقن فيلر من 2018 غير دلوقتي لما بحقن فيلر 2022. في ابديت لطريقه الحقن، في تكنيكس جديده لطريقه الحقن بتخلي البشره يحصل لها لافتنج بشكل طبيعي بدون اي تغيير يعني في الشكل، غير ان انا بخليكي ريفرش لوك. بصي يعني انا مبسوطه جدا ان انا معاكي، وبجد متخليه يعني ده حاجه يعني فعلا ان هي تبقى بورتل للناس، ان هم يفهموا حاجات كتير. انت بتفتحي المواضيع دي ان انا اوصلها للناس. احنا كنا يعني اغلب دكاتره مصر كلها كان في ايفنت كبير جدا اللي هو من يعتبر ايه من الناس اللي زي ما بيقولوا زي عمرو دياب كده مثلا في المطربين. ماريسيو ده زي يعني ملك الحقن زي ما بيقولوا. في ناس ضده وفي ناس معاه. هو ليه تقنيه معينه في الحقن مشهوره جدا اسمها MD كودز بتدرس. يعني هو عامل زي لغه للحقن او حروف للحقن او زي ايه يعني خريطه مثلا بالظبط، خريطه معينه بس باكواد معينه. الاكواد دي انت هتوصلي بيها للنتيجه الفلانيه. لما هتحطي هنا هتحطي هنا وهتحطي هنا وهتحطي هنا هتوصلي للنتيجه الفلانيه. الناس اللي ضد ماريسيو ده ضده في كميه الحقن اللي هو بيستهلكها في للبشره. يعني هو للكيس الواحده ممكن يوصل ل 13 سرنجه، من 13 ل 18 سرنجه ممكن يستخدمهم. يمكن ده مش مقبول شويه في مصر. هو مش ابليكابل كمان ولا اقتصاديا حتى، ولا يعني ما اعتقدش لان هو عنده يعني هو لا بيعمل كده. كده. في مثلا ممكن بيشنت حضرتك تحقن لها 13 حقنه وتقدر من ناحيه تفهم ده، ومن ناحيه تانية تافورد او تقدر تدفع عدد السرنجات ده مثلا. بصي هو في تمام، بس الفكره في ان هو شكلها ما بيتغيرش. لا شكلها ما بيتغيرش. ده ازاي ما انا هقول لك بقى. هو بيتكلم في الاناليسيس بتاعته. يعني اول قاعده خالص معاه مع البيشنت بيتكلم بتكنيك مختلف خالص او باسلوب انا يعني دلوقتي بتبعه مع البيشنت. اول حاجه بيخليها تمسك المرايه ويبتدي يسالها اسئله معينه في ورقه معينه. انت حاسه انت يعني اختاري 3 او 9 حاجات 8 حاجات، اختاري 3 ذا موست يعني 3 مربعات من الحاجات اللي انت حاسه ان هم في شكلك وانت ماسكه المرايه. يعني مثلا ايه، انت شكلك ساجي ولا شكلك ساد ولا شكلك ليس اتراكتيف ولا شكلك ولا نفسك تبقي مور ماسكولاين ولا مور فيميناين ولا مور اتراكتيف. يعني هي ايقونات كده هو عاملها. تمام. تختار 3 وبيقول لها رتبهم لي بالاولويه.
يعني انت شايفه نفسك ساج اكتر ولا ساد اكتر؟ ساجنج يعني نازله مترهلة. وشك نازله تحت، ولا ساد عندك في مثلاً- شكل ان انت عينيكي ساد او بصتك ساد، ولا شكلك تايرد اكتر؟ بترتبهم له، ياخد لها فوتو بطريقه بروفيشنال، وبعد كده بيقول لها رتبي لي، اختاري تاني ورتبهم لي برضو بالاولويه. اوكي، الاناليسيس ده يعني انت بتقعدي يعني فعلا ازاي تشوفيه هو بيتكلم، هو مصور نفسه هو بيتكلم على البيشنت، قد ايه كونفنس هير او بيقنعها ان هي هتاخد السرنجات دي وهي مرضيه، وان هي طالعه انا هدفع الفلوس وانا ساكته من غير ما اتكلم خالص، لان هي فعلا بتوصل لنتيجه، وهو بيفهمها ان انا مش هقدر اوصلك للنتيجه دي غير لما هناخد عدد السيرنج ده وهنعمله على كذا سيشن، مش كله مره واحده. يعني هو المفروض اوبشن، يعني المفروض ان هو بيحقن في المره الرينج 4 سيرنج في السيشن الواحده. تمام، ويبتدي يجيبها كل مره او كل مثلا فتره عشان يعمل لها الفور سيشنز، الفور سيرنج دول، وفي الاخر بيوريها بيفور اند افتر، بيبقى فيه فعلا تغيير جذري لشكلها بشكل حلو جدا. وفعلا الحاجات اللي هي شاورت عليها وكانت متضايقه منها بتقابلها الاوبزيت على طول، الناحيه الثانيه. يعني كان شكلك ساجي بقى مور ليفتد، شكلك تايرد بقى مور اتراكتيف، شكلك كنت عايزاه يبقى مور فيميناين فعلا بقى مور فيميناين. انت فاهمه الفكره؟ أنا ان هو فاهمة. بيوصلها للي هي عايزاه فعلا. هذا الطبيب اللي بيقعد كتير قوي يقنع البيشنت ان هو يستخدم عدد لا نهائي من سرنجات الفيلر، هو فعلا بيوصل العميل اللي عنده او المريضه اللي عنده لشكل هي نفسها توصله. بس هي دي ما تعتبرش تجاره، بغض النظر طبعا عن النوليدج والمعلومات القيمه اللي هو بيساعد بيها دكاتره التجميل حوالين العالم زي ما حضرتك قلتي يعني. بس يعني بصي ماريسيو ده احنا اتكلمنا في القصه بتاعته ان هو مدرسه يعني، او هو مثال، بس مش هو ده الطبيعي في الدكاتره. يعني الفكره في ايه؟ ان هو بيبيع مدرسه وبيبيع فكر معين هو اصلا بنيه. انت متخيله ان انت كانك انت بنيتي القصه دي او بنيتي المدرسه او بنيتي المنهج ده. فهو بيبيع المنهج ده ومقتنع ان هو بيه ممكن يكون ياخد مثلا 4 patients في المانث في شهر واحد، لان هو بالنسبه له هو بيبيع المنهج بتاعه، مش متقبل ان تقللي في الكميه اللي بيحطها في كل مكان هو مقرره. تمام، ده منهج واسلوب. بس تعالي بقى على ارض الواقع، او يعني احنا بجد يعني نتعامل ازاي. انت دلوقتي لو جيتي مثلا، انت صاحبتي مثلا في نفس الايدج جروب بتاعي، تمام، وجيتي قررتي ان انت يعني فعلا حاضره الايفنت ده معايا دكتوره جلديه برضه وعايزاني احقن لك، هل احنا فعلا لما بنيجي نحقن لبعض بنعمل نفس الكلام اللي هو بيقوله ماريسيو واحنا لسه واخدين الكلام يعني ننفذه؟ نيجي ان احنا نفسنا اهو اللي احنا في نفس الكارير، عمري ما هعمل كل الكميه دي. ممكن اوصلك يعني نفس النتيجه اللي انا عايزاها او قريبه منها بطريقه يعني حقن اخرى علشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. انت فاهماني؟ احنا دلوقتي مش بنناقش فكره احنا ضد ولا مع مدرسه ماريسيو، هي مش يعني احنا مش about الكميه اللي احنا هنحقنها، احنا بنتكلم على ارض الواقع. انت عايزه توصلي لحاجه معينه، بحاول اقول لك اذا كنا هنقدر نوصل لها ازاي، دي زي ما بيقولوا كده حقك عليا. لكن فعلا لما تيجي بيشنت تبقى عايزه تعمل حاجه انا شايفه ان هي مش مناسبه ليها، او هي حاطه في دماغها مثلا انا خدودي عاليه فانا مش عايزه اعمل فيلر، مع انه وشها ينفع يتعمل له فيلر بطريقه طبيعيه وبشكل طبيعي خالص. تمام، فده اللي من حقي عليا، يعني هي جايه تاخد ماي كونسلتيشن، فمن حقها عليا ان انا افهمها الدنيا ايه واقول لها كل حاجه. ودايما بقول لها اعتبر الكلام ده دردشه، عايزه نعمله عايزه، مش عايزه نعمله مش عايزه، شوفي انت حابه ايه يعني، او انت الكونكلوجن بتاعك ايه. ولو جت وهي وانا شايفه ان هي مش محتاجه ان هي تعمل حاجه، انا بقول لها انا مش هقدر اعمل لك الحاجه الفلانيه دي لان انا شايفه ان انت مش محتاجاها. او الناس اللي هي مجنونه حقن، اللي هي اوفر انجكت، اللي هي تبقى لسه حقنه وتجيلك بعديها بكم اسبوع عايزه تحقن تاني، وبعديها بكم اسبوع تحقن تاني، لان هي مش بتبقى عايزه تشوف ديفوف في بشرتها. برضو الناس دي I can stop her، ان انا بقعد افهمها ان احنا مش محتاجين، وان احنا كده تمام، وان احنا وصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها، وان احنا مش هنوصل اكتر من كده. انا في حالات كتير بتجيلي على فكره الجلديه برضو ليها سقف، يعني انا
بالطريقه النون انترفنشن دي ليا حدود معينه بقدر قصدك ان اوصل في لها. ناس ممكن تبقى عايزه تعمل او محتاجه اكتر عمليات تجميل مثلا فبقول عمليات لها بقى. انا فعلا مش هقدر معاكي ان انا اوصلك بالحاجه اللي انت عايزاها، الحاجه دي هنوصل لها اكتر لما نعمل جراحه. وده يعني لازم يبقى فيه كوميونيكيشن ما بيني وما بين الدكتور، عشان يعني انت توصلي للحاجه اللي انت عايزاها، وبعد ما تخلصي الجراحه ممكن تجي لي اظبط لك اللي انت عايزاه. هو في رايين بخصوص كونسبت الجمال. رأي بيقول دايما في طرق ووسائل كتير قوي زي الكريمات او الفيلر او البوتوكس او غيرها ان انت ترجعي بشرتك شباب، او ان انت تحسني من السكين تون بتاعك، تشيلي بقى التجاعيد، تشيلي الحبوب، تشيلي مناخير براحتك. والرأي التاني بيقول اتقبلي نفسك زي ما انت، اللي عايزك هيحبك زي ما انت، لازم الاول تشوفي نفسك جميلة. من وجهة نظرك انت من انهي مدرسة فيهم، بغض النظر عن كونك طبعا طبيبة جلدية؟ انا بسألك عن رأيك انت كدكتورة. انا رأيي عائشة لازم توصلي ان انت تبقي راضية عن نفسك. الرضا والله العظيم هي الكلمة دي اللي يمكن تبقى عنوان الحلقة بتاعتنا. الرضا ان هي انت توصلي في المراية ان انت ساتيسفاي من غير تغيير خالص. انت باصة في المراية وانت راضية تمام، انت باصة في المراية وحاسة ان انت مش راضية ده برضو قرارك. ايوه دي بقى لو انا بصيت في المرايه وحسيت ان انا مش راضيه عن شكلي، هل دي مشكله ولا ده عادي؟ طب ما انا اروح للدكتور يحل لي المشكله. انا بدردش معاكي بسالك عن رايك. لا طبعا اروح لدكتور. اروح لدكتور بالظبط. يعني طالما في ايدي حل اعمل كده عادي. بالظبط لازم اتبع الاسباب واروح لدكتور. الا لو الموضوع بقى مجرد هوس، يعني بالزبط. لو الموضوع لو هوس ده واوريدي الحمد لله احنا مجتمعنا المصري ده مش بنلاقي الهوس ده كتير. بحس ان برضو يعني المجتمعات الغربيه بيبقى الموضوع ده الهوس وفي بقى مثلا في برامج على OSN بتوري الناس الاكستريم بيعملوا تجميلات، بتعملوا جراحات تجميل كتير وبتبقى فيها يعني غلطات، وبيعملوا كوركشن للغلطات دي ويبقوا عايزين يغيروا في خلقتهم فعلا. لكن فعلا احنا لو انت في حاجه مش راضيه عنها لا حاولي ان انت تغيريها. مش شرط ان عند دكتور باي حاجه. افرضي انت مش راضيه عن وزنك ابتدي اعملي رياضه، اعملي دايت، روحي الدكتور دايت عشان تبتدي تخلي الشيبنج بتاعك احسن. ما قدرتيش وحاسه ان انت ما قدرتيش فشوفي الستيب اللي بعد كده والستيب اللي بعد كده. نفس الحاجه عن وشك، نفس الحاجه عن شعرك. حاسه ان شعرك انت مش راضيه عن شكله، تعالي نوصل كحاجه صحيه ان احنا نوصل عن شكله ازاي يعني ونرضى بيه، وبعد كده نعمل العلاج بتاعه عشان التساقط وعشان كل الحاجات دي، وبرده في نفس الوقت تبقي راضيه عن شكله. يعني انا في مثلا بنات تبقى هتموت وتعمل اي حاجه في شعرها تمام، وانا شايفه شعرها مش محتاج، فاقول لها لا شعرك مش محتاج. لكن فعلا واحده بنوته شعرها كيرلي قوي وانا حاسه ان هي مش راضيه عن شكل شعرها، لا عايز تعملي مع العلاج ان انا الحاجات دي المفروض ممنوعه مع العلاج، عايز تعملي اعملي بس تفهمي ان احنا العلاج مهم جدا. فلازم افهمها الاثنين ولازم تبقى هي راضيه عشان تقدر تكمل ويبقى طالع من جواها يعني انرجي ان هي تقدر تكمل الحاجه دي. بس ساعات اللي بيحفز الشخص ان هو يروح او البنت انها تروح للطبيبه يعني هو كلام الناس مش هي. يعني هي عادي، هي ممكن تبقى متقبله عادي مثلا النمش اللي عندها، متقبله شكل شفايفها، بس حد يعلق لها فتروح لدكتور جلديه. بالظبط. كل واحد حسب شخصيته. انت ممكن تعلقي على مثلا مناخيري ان هي مناخيري مش حلوه، انا متقبلاها. مناخيرك لو انا اقول لك لو انا شخصيتي بقى غير كده ممكن وقتها اروح لدكتور، ويعني على حسب انت طبعك ايه او شخصيتك عامله ازاي. انت هتروحي هتسمعي كلام الناس وتروحي، ولا مش هتسمعي كلام الناس وعادي؟ قولي لي اغرب موقف قابلتيه في العياده. قولي لي يعني مثلا حد جالك قال لك انا عايزه، شايفه دي صورتي بالفلتر، انا عايزه ابقى الشكل ده. او مثلا عروسه مثلا فرحها كمان اسبوعين وعايزه تتغير دلوقتي، عايزه تتشقلب دلوقتي. ايوه ده كتير وبنشوفه كل يوم. وفي بنات كتير بتبقى جايه قبل فرحها بوقفها واقعد اتكلم معاها كتير طول ان هي trust in herself، ثقي في نفسك، ثقي في جسمك. يعني بفهمها الكونسبت بتاع الجواز ان هو انت شخصيتك مش عشان شكلك، وكل حته في جسمك هتتشاف بطريقه معينه، فانت هتبقي حاسه ان انت يعني انكرمنيتك ان انت ما ظبطتهاش او ان انت ما عملتهاش. حبي نفسك وتمام وعدي الفرح وتعالي بعد الفرح نكمل اللي انت عايزاه. عشان الحاجه دي حتى لو مضايقه منها هعالجها، بس احنا دلوقتي الوقت قليل. يعني ده كتير ده كل يوم. يعني والله احلف بالله في بنات كتير بمشيها من العياده واقول لها مش مناسب ليكي ان انت تعملي كده دلوقتي. ايه الحاجات اللي ما ينفعش تتعمل قبل المناسبه على طول؟ ايه الحاجات اللي لازم، يعني مثلا لو في عروسه دلوقتي بتتفرج علينا
لازم تاخد بالها انها تعملها قبل الفرح بفتره كافيه. البيل يعني كان لسه التقشير في الكيميائي حاله حد مفهمها ان التقشير بياخد اسبوع، وهي جايه لي فعلا قبل الفرح باسبوع عشان تعمل تقشير، مقتنعه ان الجلسه هتضيع الدنيا يعني والغمقان هيروح وكل حاجه. وقلت لها لا مش هنعمل، وهنتعامل مع الغمقان دلوقتي حتى لو انت متضايقه مني نفسيا، هنتعامل مع حاجات كاموفلاج او كده، وتعالي بعد الفرح خلصي الهانيمون وخلصي كل حاجه وتعالي نعمل بقى البيل على راحتك. التقشير اللي هو التقشير الكيميائي دي وسيله من وسائل اللي كان التفتيح. الكولد بيل او التقشير الكيميائي، كيميكال بيل او الكولد بيل هنعمله. انت قلت لها انت عمال اسبوع بس ممكن تكوني قشرتي، يعني ممكن تبقي في الفرح مقشره، فما أيوة. نقدرش نعمل دلوقتي خالص. هايل. ولا حتى كريمات، يعني حتى لو كانت عايزه كريمات ما كانش هينفع تستخدم كريمات، لان برضو الوقت ضيق واسبوع ممكن تلتهب، ممكن يحصل اي حاجه من الكريمات، فاحنا الاسبوع ده مش محتاجين، يعني زي ما بيقولوا كده ماشيين جنب الحيطه. كنت فاكره ان الحلقه هتمشي ازاي؟ يعني هل الحلقه زي ما انت كنت متخيله؟ والله انا جايه ولا عارفه هنتكلم في ايه ولا عارفه الموضوع ايه، بس فعلا الحلقه مشيت يعني سموث جدا. كل حاجه انا قلتها من قلبي، وانتي حاسه ان انت بتتكلمي من قلبك، مش معاكي سكريبت ولا معاكي اي حاجه. يا رب نكون فادنا، يعني نفيد الناس فعلا في الكونفرزيشن او الكلام اللي احنا اتكلمناه ده، نوصل وجهه نظرنا فعلا للناس زي ما احنا عايزين. دكتور بشكرك شكرا وانا جزيلا، ميرسي ان ليكي شاء الله بجد. اشوفك في حلقات تانية ان شاء الله باذن الله يا شكرا. حبيبه قلبي.